حلوين يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. جايه لكم النهارده في اوردر انما حكايه. عايزه بس لايكات للفيديو ده على قد ما تقدروا علشان تشوفوا الشغل على الطبيعه، كلها اشكال احلى من بعض، اشكال تجنن. فلايكات على قد ما تقدروا، اللايك مش هيكلفكم اي حاجه بصراحه. واللي لسه ما تابعناش يتابعنا. بصوا بقى البيزك ده بيزك كده استرس، جاي منه الابيض والاسود. هوريكم الاسود بتاعه اهو بالمنظر ده، شكله حلو وخطير جدا. يا مساء الفل، يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا عايزه لايكات على قد ما تقدروا، لسه ما تابعناش يتابعنا. عندنا شغل كتير وستايلات جديده كتير عماله تيجي. بصوا زي ما انتم شايفين كده التوب الكات الاسترانس ده شكله حلو قد ايه. موجود معانا منه اللون الابيض واللون الاسود. اللي لسه ما تابعناش يعمل لنا متابعه بسرعه لان بجد فايتكم كتير. عندنا شحن لكل محافظات مصر، القاهره والجيزه ومدن جديده بناخد ديبوزيت. محافظات بناخد توتال المبلغ كله وبعد كده بيتم شحن الاوردر. بصوا بقى البيزك الصيني ده، دي كده مش طباعه، لا دي تطريز، شكلها حلو قوي. التوب ده بيلبس لحد 75 كيلو مرتاح. الخامه بتاعته طريه مش ناشفه، يعني مريحه جدا في اللبس، وثمنه تحفه 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 بجد. بصوا هوريكم باقي الاوردر بتاعنا، واللي لسه محطش لايك يحط لايك بسرعه علشان تشوفوا كل الحلويات اللي جايه معانا. بصوا بقى الدرس ده جه معانا في التكرار، درس خطير قوي وعليه طلب حلو قوي الفتره دي. بيبقى مناسب للمصايف، مناسب للمناسبات والخروجات الحلوه. بيبقى الشولدر بتاعه كده، الكات بتاعه عريض، مش كات اللي هو الرخم الرفيع، لا فهو بيبقى حلو قوي. كمان عنده كشكشه من عند البطن، فاللي عندها مثلا سنة بطن او حاجه بتداريها بتبقى شكلها تحفه. تعالوا بقى نشوف باقي الاوردر. البنطلون ده جه معانا منه المره اللي فاتت بس ما لحقتش اصوره، صورته لكم وهو في الكافر بتاعه كده. هو لونه اسود، في ستان لونه بينك كده، شكله حلو قوي. الفيونكات بتاعتها حلوه قوي، خطين طوال، شكله انيق في اللبس. وايد ليج بيبقى تحفه، بيلبس لحد مثلا 90 كيلو 95 كيلو، بس بيفرق برضو على حسب الطول والعرض. يعني مش قصيره وتكون 90 كيلو مش هيدخل فيها، لان بيبقى لو هي مليانه من تحت مش هيكون مناسب خالص. هناخد بالنا من النقطه زي كده. معانا ايه تاني؟ معانا البادي الفيونكه ده، لونه بيبي بلو كده، شكله حلو قوي. ومعانا ايه تاني؟ معانا بقى الدريس ده بثلاث الوان، الثلاثه احلى من بعض وهوريكم شكلهم في اللبس حلو ازاي. بصوا معانا اللون البيج واللون الاسود وطبعا اللون الفوشيا. كل الالوان احلى من بعض، وهوريكم اشكال الدريسات في اللبس خطيره ازاي. استنوا بقى اخر الفيديو هتشوفوا حلويات في الاخر. طبعا انا هوريكم شكل الفستان بالكامل، بس حبيت اقول لكم ان انا نسيت اوريكم القطعه الرهيبه ديت. شكلها كيوت قوي وهتبقى خطيره كمان احلى في اللبس. لونها زي ما انتم شايفين هي لونها نبيتي الغامق، فحلوه قوي. يمكن كمان طالعه افتح درجه في الكاميرا، هي اغمق، شكلها حلو قوي. تعالوا بقى شوفوا الفستان وجمال الفستان. بصوا بقى الفستان وجمال الفستان. الفستان هو طوله على الركبه، يمكن مش هيبان قوي على اني انا بتعامل بالكاميرا الاماميه، ف على قد ما اقدر اهو على الركبه بالظبط. شكله حلو قوي وبيدي شيب للجسم حلو، شكله خطير وانيق في اللبس. هوريكم باقي الوان. طبعا الاسود هو ملك الالوان بكل المقاييس، زي ما انتم شايفين قد ايه هو حلو بجد. الخامه بتاعته مش قادره اقول لكم قد ايه طريه مريحه، حلوه قوي في اللبس. يعني اي حد محتاجه يلحق يطلب قبل نفاذ الكميه. الاشكال والالوان كلها احلى من بعض. وتعالوا بينا نشوف اللون التالت.
بجد انا فرحانه بالاوردر ده فرحه انتوا مش متخيلين. بصوا قد ايه فيه وسع، يعني يلبس كمان ادخل مني، شكله حلو قوي في اللبس، شكله شيك، الوانها كلها احلى من بعض، مناسب للخروجات السريعه، مناسب للمصايف. طوله على ركبه بالظبط. طبعا انا طولي ممكن اكون اطول من اي حد تاني، يعني يفرق على حسب الطول، لو حد اقصر مني هيبقى اطول سنه. فشكله بجد تحفه. واستنوا اخر بقى دريس ده اللي تحفه. بصوا بقى ده الدريس الكريشة اللي انا بقول لكم عليه، في كروازيه كده من عند البطن. عايزه اقول لكم ان انا عندي بطن وعندي ارداف، فهو لامم الدنيا بشكل حلو قوي. الخامه ناعمه وطريه. شولدر كده. ممكن كمان لو انت حابه ان انت تغيري من ستايل سيكا فعادي، يعني انت تبقي مختلفه عن الناس التانيه. الكم بتاعه هيبقى كده، يعني تقدري تحجميه كده كده زي ما انت عايزه توسطنيه شويه برضو اهو. يعني الكم بتاعه شغال معاكي في كل حاجه، تقدري تخرجي بيه. شكله حلو وستايله شيك. تحفه في اللبس زي ما انتم شايفين. الكشكشه كمان طويل للارض، يعني تلبسي هيلز زي ما انت عايزه تقصي منه حته، تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه في الدريس ده حرفيا. يعني انا مش عارفه اقول لكم قد ايه انا حباه. تحفه. هستنى رايكم في الكومنتات.